نبقى في أخبار مجالس الجهات الجنوبية، حيث عقد مجلس جهات إقليم مودرون دورته العادية لشهر يوليوز، والتي خصص جودة أعمالها للدراسة والمصادقة على نقاط عدة يرصدها ريبورتاج حافظ محتار وجمال الخصاصي. 13 نقطة أدرجت للتداول خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة إقليم مودرون. 25 عضو بالجهة من مجموع 39 تدارسوا في بداية الأشغال اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بإقليميم. كما تدارسوا اتفاقية شراكة تهم بناء وتجهيز 4 مجازر بحواضر الجهة الأربعة. مداولات هامت أيضا اتفاقية تنفيذ مشروع إعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة. صدق مجلس جهة إقليم مودرون اليوم وبأغلبية مطلقة على المخطط التنموي الجهوي 2022-2027. هذا المخطط الذي يعتبر ورقة مرجعية من أجل التخطيط للمشاريع التي سوف تقبل عليها الجهة، والذي كان أيضا نتيجة تشخيص مدقق للحاجيات داخل الجهة، وأيضا تحليل لما يمكن للجهة أن تقوم به من أجل التنمية ومن أجل استدراك أيضا الخصائص فيما يخص البنيات التحتية وفيما يخص التنمية بصفة عامة. هذا المخطط هو بالنسبة لنا جد مهم، لأنه يتركز على غلاف مالي ديال 11.9 مليار درهم. كان هناك أيضا نقط أخرى، أولها تنزيل مشاريع متعلقة بعقد برنامج 2021-2023 فيما يخص المجازر أو فيما يخص سوق الجملة. الأعضاء الحاضرون صدقوا خلال أشغال هذه الدورة العادية على اتفاقية تتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز المراكز الاستشفائية بجهة إقليم مودرون بالأطر الطبية، واتفاقية متعلقة بدعم الأحداث والمواعيد الثقافية الكبرى بالجهة، فضلا عن اتفاقية أخرى تتعلق بنقل أطفال الجهة للمخيمات الصيفية. جميع النقاط ذات صبغة استعجالية وذات أهمية قصوى، وبالتالي تمت المصادقة عليها بإجماع. كذلك الدورة الاستكمالية فيما يخص المساء تمت المصادقة على برامج التنمية فيما يخص الأقاليم الأربعة، ومن بينهم نقطة استعجالية للبرنامج المخطط الاستعجالي فيما يخص الإقليم الطنطان، اللي يكتسي أهمية بالغة فيما يخص كل المشاريع اللي موجودة في إطار الاتفاقية. بالنسبة لبرنامج التنمية الجهوية احنا كمعارضة ما صوتناش عليه، لأن كاين تحفظ ما شاركوش لا مجلس جهوي، يعني الأعضاء ديال المجلس ما شاركوش رؤساء الجماعات اللي معنيين. احنا عندنا تحفظ، يعني كان بامكانهم انهم يشاركوا جميع الفاعلين اللي غادي ينفعونا في هذا البرنامج ديال التنميه الجهويه، لانه هو الاساس، هو الارضيه باش غادي نمشوا للقدام. وللاسف يعني بدايه متعثره بالنسبه لهذا البرنامج التنميه الجهويه. اتفاقيات أخرى حظيت بالمصادقة خلال أشغال هذه الدورة العادية تتعلق بمواكبة الصناع التقليديين وإحداث حساب خصوصي لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية، فضلا عن تحويل 500 ألف درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المائية بتراب جهة إقليم مودرون. ومساء اليوم التأم أعضاء مجلس جهة إقليم مودرون في أشغال دورة استثنائية، دورة صادق خلالها الحاضرون على نقطتين اثنتين تتعلق الأولى باتخاذ مقرر يقضي بتخصيص اعتمادات مالية من ميزانية الجهة لإنجاز مشاريع إعادة التأهيل الحضري لأقاليم إقليميم سيدي إفني وآسا الزاك في إطار برامج استعجالية، فيما تتعلق النقطة الثانية بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم طنطان برسم الفترة 2023-2026. هذا تنزيل أولا للمخطط التنموي الجهوي اللي صادق عليه المجلس اليوم في الصباح، واللي اعتبرنا أيضا أنه فيه حصة كبيرة من هذا المخطط سوف تخصص لاستدراك تأهيل وتقوية البنية التحتية، ونحن الآن في نفس اليوم نبدأ بالتنزيل.
ايضا المساله الاخرى المهمه هو انه هذه البرامج الاستعجاليه للاقاليم 4 راه المبلغ الاجمالي ديالها بمساهمة الجهة والشركاء سوف يتجاوز 1.1 مليار ديال الدرهم، وبالتالي فهي نعتبرها جد مهمة، وسوف يكون لها إن شاء الله صدى جد كبير، لأنها سوف تمكن من تأهيل خصوصا الأحياء ناقصة التجهيز. دونك كاين إدماج كبير لهذه الأحياء، وأيضا التأهيل إحداث إنشاء وإصلاح البنيات الأساسية داخل المدار الحضري للجهة إن شاء الله.